الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا عرفناك حق معرفتك، ولا قدرناك حق قدرك، فسلم سلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من قلة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف هو الله. عن عوف ابن مالك الأشجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أخبرتكم بالإمارة. إن شئتم أخبرتكم بالإمارة. قالوا بلى. قال: الإمارة ثلاثة، أولها ملامة، وثانيها شوف أولها ملامة. أقول لهم احنا في مرحلة ايه؟ حاجة ما اعرفش. سبحان الله، اللهم صل عليه. وثانيها ندامة، وثالثها عذاب أمام الله يوم القيامة. لا إله إلا الله. إلا من عدل. يبقى الكلام مقيد. الأساتذة بتوع اللغة العربية والبلاغة ياخدوا بالهم معايا شوية. يبقى الكلام هنا مقيد. إيه التقييد؟ في كلام مطلق. لما ربنا يجي كده في سورة المجادلة آية 3 ويتكلم في كفارة الطهارة، يقول ايه؟ اللي عاوز يرجع لمراته بالطهارة ثم يعودون لما قالوا خير كيف تحل رقبة من قبل أن يتماس. رقبة أي لبن، لا مسلمة كافرة، يهودي يهودي زي ما فيه. إنما في النساء قال لا، اللي يقتل المؤمن خطأ أول حاجة لو منها فتحرير رقبات مؤمنة. رقبات ايه؟ مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق مين؟ أهل المال، أهل المكتوب. يقول لا مش عايزين الدية بتاعتكم صدقة على أهلنا. ما تشيل؟ لا. طب واحد ضرب واحد بالعربية وقعد كعته ودفع لهم 10,000 جنيه. بني آدم 10,000 جنيه ظلموش. اللي هو فيه بقى فيه وفيه ما فيش. عدك وعدك مع القضية كنت مشهور. استنى، تعديت وسيبته ليه؟ انت هتروح فين؟ مش في شاهد. لا اله الا الله. نعم. ده احسن. طب الشيخ مش تكفر؟ هو ليه السعوديين والقطريين والكويتيين بيجوا يبنوا مساجد؟ والله لجيبها على الارض. ايه هو قاتل في السكه، ضارب واحد بجبل وطير واحد وهو الفلوس خد، فهو بيدروسه. فايش جاي هيفتح نفسه هناك؟ ما انتوا عايزين تبنوا مسجد بس ما فيش مجال. ماشي عارف. ويجي العزة فرحان يرضينا هم ويعمل لنا مضيافة يعمل لهم، واللي وراها الله ايه كفارة عن الله العمل. ايه حاجة تصليحها يمكن ربنا يغفر ده بده لعل وعسى. انما اللي يجيك النهائي ده انت عليك كفارة. اقل كفارة ان تصوم 60 يوما متتابعة. خرج ابن مسعود متتابعين. يعني ايه؟ يعني في يوم 60 العصر الشراب ترجع من اول وجد من ايه؟ من اول 60. انا بعد يقول لما انت فاتح جو. طب المرأة هي اللي هتكفر، ما حدش يعرف. اللي هتدفع كفارة 60 يوم امرأة، والمرأة لازم في السكة يحصل لها ذكر. ولا حد فكر. المرأة بالذات وهي ماشية في السكة في
يحصل لها 60. ايه يحصل لها؟ يحصل لها اللي بيحصل لها وقت ما حصل لها. الايه ده؟ انت هتوفي 60 زي ما تعرفش الله توفي 60 في الدنيا. اللي كان قطعة اللي قطعة العلامة يبقى قطعة. انما ما توفيش 60 قبل ال40 اللي العلامة مسيح ماشي هتختمي سيدي تصوم متتابعين. اول يوم جاءت العلامة تفطر، اخر يوم انقطعت العلامة تصوم ويتقبلها منها متتابعين. الله اكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. لأن الذي أرسل العذر أرسل مع العذر المخلص. فلا لها رخصة. الله يفتح عليك يا مولانا. فلا لها رخصة. أولها ملامة، ثانيها أولها ملامة، ثانيها ندامة، ثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدم. الحديث صحيح رقم 2666 صفحة 35 المجلد الثالث فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي. الله يفتح عليك يا مولانا. ورجالك عمرك يا حاج محمد يا رب. الله. شوف التكليف إلا من عدل ما سبهاش. طب انا اعدل ازاي؟ وحد يرى في العدل الا الحكم العادل. تعدل على اخر شيء في راسك. انا كده عادل. تبقى تجاهد مش هو بيقول ايه؟ وان المؤمن ليتحرى الصدق. لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحراه حتى يكتب عند الله صديق. وهو ان المؤمن لا يعدل ويتحرى العدل. حتى يكتب عند الله من الله. ده اخر يوم انا اتحريت لغايه كده. ده اخر الذكر اللي عندك تبقى عادل. ده اخر العدل البشري. ده اخر العدل البشري. ده ربنا انعم على النبي بالعدل ولكن قال له انا اعدل منه. محمد ايه انت رسول انت بتحكم بالعدل انا اللي عامل ومعلم بس انا اعدل. سبحان الله. اسمح كده ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الولد اللي انتوا لاقينه لقيطة ان عرفتوا ابن مين ادعوه لأبوه. انما مش ابن مين ما تسميش باسم. ليه؟ الولد ينشأ ويكبر وبيقول لك 6 يوم اللي مرات يوم وبعدين كبر وانت ايه؟ 5 ساعة هو بيقول لها يوم بتاخده في حضنه. طب انت خدت حضن وهو انت خسعت وهو كبر. ايه اللي يحصل؟ مفيش مانع يمنعه لانها مش امه. هي امه. هي امه من ايه؟ ادخل ما فيه واحد يكون عايز كده اتعص واحد ياخد امه الحضن. اما شوفوا يعمل ايه؟ زي ما يا امي لا يمكن. أم دي لا يمكن بحق وانت ولد وهي عمر. الايه ده لا يمكن. انما ده لو نفع حضنها بعدين كما خساع وهي مولدته هل هناك مانع؟ ما توحد. لا اله الا الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى أقصر. مين الأقصر؟ مين الأعدل؟ ربنا. إنما سيدنا النبي عادل بس صلى الله عليه وسلم. لما دخل العذاب حسين يقول له احكم بالعدل. قال له نعم. طب يقول لي قال له وإذا لم يقضي محمد بالعدل فمن يقضي بالعدل. لا إله إلا الله. وصابر مين؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر عايز يطير قال له ده عمر اسمع ده النبي قاعد معانا في الكلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ازاي؟ قال له دخل سيبك يا عمر. انت شفت حاجه؟ سترون أسوأ من ذلك. لا إله إلا الله.
أي أما أنتوا هتشوفوا يا حسرتي يا حسرة لا إله إلا الله يا دي الحسرة. ربنا يسلم يا رب. ما فيش ملجأ إلا له. لا إله إلا الله. عايزين فلوسه بقى ما خلاص هي سددت فشوف لك سكة بقى. ما فيش سكة إلا له. هو بس لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نبي كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. آمين يا رب العالمين. اللهم ارضى بها عنا واكتب في سلك الصلاة عليه أهله وآله وأصحابه وأتباعه والتابعين وتابع التابعين وارزقنا جميعا في سلكهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأستأذنك أولا يا سيدي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. الله نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله صلى الله عليه وسلم. واستأذنكم آباء وإخوة فوحد الحي الذي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في ختام ربيع نستودع الحبيب في الكلام عنه لكن هو معنا في كل خطوة صلى الله عليه وسلم. من أين نستقي العلم؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة. هو هجيبه منين؟ ما هو ما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنوين. ما العلم؟ نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول لك قال رسول الله تقول لي قال الإمام. إمام مين؟ لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة كان يضرب ابن عباس عن الكهف. أبو هريرة 60 سنة ابن عباس 13 في المنديل مش بحاجة يعني في المنديل في المنديل كان هي بيقول له أنت منزل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي استعمل المنديل. فرد ابن عباس قال له لا أخبرت من أبي بكر أنه لم يستعمل. قال له لا يا ابني بعدد الحصى التي تحت يدي ويد أبو هريرة مش مني. يد أبو هريرة بتوع زمان. يد أبو هريرة قال له بعدد الحصى اللي تحت إيدي أيمان إن النبي تمني وقد أخبرت من النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فرد ابن عباس بيقول له طب عائشة بتقول مات من ذا النبي لقد مددت له المنديل فرد. قال له لا يا ابن عباس الحديث حديث حديث انت تقول ده انا اللي راويه. قال له ايه؟ قال له ما هو لولا شافت انه خد المنديل قبل كده ما كانش كاتبت المنديل. الله 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 صلى الله عليه وسلم. فهمت المفتي بقى؟ واحنا عندنا مفتين دلوقتي يا في السنة كل بيت فيه 70-80 مفتي والمفتي في الجمهورية ما يبقاش الا واحد. نعم. في مناصب كده ما تنفعش ولا منصب واحد. ليه؟ بنبوه. ولذلك الظاهر الحكايه نجبت فمطولين الشيخ علي جمعه ثانيه. ربنا يبارك فيك يا رب يا رب. ربنا يبارك فيك. ايه ده؟ ايه المساله دي؟ ايه القضيه؟ فانا كنت من الناس اللي بيكتبوا دول يتلموا شويه لكن يتلموا ازاي؟ ده النبي قال صلى الله عليه وسلم حين استودعه ذات الاسماء الحسنى اذكركم بامر على الواقع. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والنص صريح كيف انتم اذا فسد شبيبكم وفسدت فتياتكم. الشارع لا اله الا الله. وميدان التحرير نعم.
وبتوع البنك. مم. كيف أنتم إذ فسد شبابكم وفسد فتياتكم. ألو جبريل يلا وطنط صلاة النبي. إيه القضية دي؟ فالصحابة أو كائن ذلك يا رسول الله يحصل كما أشد منه سيكون. اللي قالوا ومن أشد قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر. يعني لا خطابة ولا كلام من ده ولا قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون. قالوا هذا إيه الأشد الثاني؟ قال كيف بكم إذا أمر مفتيكم وخطباؤكم بالمنكر ونهوا عن المعروف. لا إله إلا الله. سلم يا رب. لا حول ولا قوة. موجودين دلوقتي. سلم يا رب. موجودين دلوقتي. لا. موجودين. واحد دخل أخوه فقف على جنب كده بيقرأ سورة الزين. بتعمل إيه؟ بقرأ بعض القرآن. لا يصل للموت. طب سيبه يقرأ. سيبه يقرأ. طلعت كده ماشي طلعت كده ماشي. كسبانة. إنما أنت خسران. لا إله إلا الله. ما سمعتوهاش؟ نعم. نعم. والدليل بدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن القرآن ليس للأموات. قال تعالى في سورة ياسين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أن الذين يخرب بيتك كنت تجيبوا ينظر يا نفعت كده يا نفعت كده. إنما الفتوية هينفع بشرط الهدى. بعد ما تخلص تقول اللهم إني سأعد ثواب ما تلوت ونور ما قرأت هدية كاملة لرسول الله وإلى أبي وأموات المسلمين. الله. ما دام حولت هنا سويت هنا على الكتفين هنا سويت. أنت اتكلمت ما قلتش للملائكة حولت عمل مباشر يكتب وعدك. إنما أنت حولت تقول قوي وينحولوها ثواب اللي أنت خدته هنحولوه كله لابوك وهتاخد جبل انت من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الله يفتح عليك يا مولانا. هات يا سيدي تمت هاتي فتاة ما سمحتوهاش؟ سمعني. ويجيب الأدلة من القرآن